ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ويبقى تم صحة وسعادة ان شاء الله. يا رب كده يجعل يومكم دايما كله رزق وخير وراحة بال. كده انا حبيت ابتدي معاكم الفيديو بتاع النهاردة. ان انا ايه، بتخليلي الزيتون. انا كده جايبة يعني شوية زيتون، فقلت ممكن اجيب تاني عشان يعني دخلت رمضان وكده ان شاء الله. آم، بحب يعني يكون عندي على الفطار يعني على طول. ويعني بدل ما نشتري بقى من بره الجاهز وكده. آه كده انا ابتديت ان انا بشرت الجزر، وبحصر بقى لسه في الليمون زي ما احنا شايفين كده. بحصره بايدي، والقشر ده انا بعينه على جنب، ممكن اغطي بيه البرطمان يعني زي ما احنا شايفين. وضربت دلوقتي فلفل كده عندي الوان وشطة، مش بحط كتير. وجايبة عصفر وجايبة حبة البركة، يعني بيديله طعم حلو قوي. واحط كمان مع البشر الجزر كام فص توم كده. وخلاص بقى كده هبتدي ان انا ايه اعبيه. اليوم بتاع النهارده في الغدا بقى، بعد ما فطرت بقى وشربت قهوتي، ابتديت بقى بعد ما خلصت طبعا تخليل الزيتون. كانت الساعة دلوقتي حوالي 2 كده. على طول بسرعة بقى أنا كنت يعني مخلصة تقوير البتنجان عشان أعمل محشي النهاردة. وعملت بقى البصلة، وعملت الصلصة بتاعت ايه المحشي. وكان بقى الفرخة كنت غسلاها وكده. دلوقتي أنا نزلتها في الشوربة يعني بتاعتها. والمحشي اهوت بقى على النار، وريحته بقى قلبة الدنيا وجايبة لآخر الشارع. كده خلاص اهوت. هنتغدى بقى ان شاء الله. كان يوم جميل جدا ومريح وهادي، ومفيش اي بقى كده مشاكل. فقلت بقى اصور لكم الفيديو ده براحة، يعني ايه، براحة كده يعني ونفسية حلوة، عشان انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. وطبق بقى الملوخية الحلو ده، يعني الصراحة كان يعني روعة. إلى اللقاء.